بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو ده مصيبة كبيرة جدا.
المتصل بتقول ان حصل خلافات مع زوجها وسابت البيت، وزوجها اثناء الخلاف ده جاب صاحبه البيت ودخل الشقة ودخل اوضة النوم والحمام وشاف الملابس الداخلية الخاصة بيه. المهم صاحب الزوج هذا كلم المتصلة دي وقال لها عايزين نبقى اصحاب ونعمل علاقة مع بعض. فالمتصلة المحترمة دي قالت لجوزها، وجوزها ما خدش اي رد فعل، وبتقول جوزها مش غيور، ويعني مش حاسة بقوامة الرجولة معاه. انا هخليكم تشوفوا الفيديو بالكامل ورد الشيخ عويد عثمان اللي قال دي مصيبة كبيرة. انا ليا تعقيب لهذا الزوج. دام انت ما عندكش القوامة للزواج كنتش تتجوز الا لما تكون مؤهل للزواج، لان الجواز ده مسؤولية. خلاص عدينا المرحلة دي واتجوزت، ازاي تقبل على نفسك ان صاحبك يخش اوضة النوم يشوف ملابس زوجتك الداخلية؟ وازاي هذا الزوج اللي هيجنني الزوجة المحترم دي قالت له صاحبك عايز يصاحبني ويعمل معايا علاقة، ما خدش اي رد فعل. طب امتى هتغير؟ امتى مشاعرك هتتحرك؟ مشاعرك الرجولية هتتحرك. اذا كان ما اتحركتش في موقف حساس وهام زي كده، صاحبك طلب من مراتك انه مش صاحبه او يعمل معاها علاقة عشان مش صاحبها لوجه الله يعني. المهم فهذا الزوج لازم يفوق لنفسه، ولازم يعني موقف حازم من الزوجة، يعني لازم قعدة عرب زي بيقولوا كده، الاهل يقعدوا معاه يا ابني لازم يبقى عندك قوامة، تبقى غيران على زوجتك، تبقى راجل تعرف تقود بيتك. يعني الصراحة انا مش نرفز من هذا الزوج ولكم التعليق، يعني زوج مستفز جدا. يعني طب احمد ربنا ان مراتك محترمة ومبصتش لغيرك، يعني احمد ان تقت ربنا ومبصتش لغيرك وقالت لك. المفروض بقى تطلع راجل قدامها تقطع علاقتك بالصديق ده، تاخد موقف حازم. مقلتلكش يروح يعني يقتله، بس تاخد موقف حازم ضد هذا الصديق. وكمان في حاجات تانية قالتها خاصة بالبيت هتعرفوها، ما فيش اي موقف غيرة او رجولة منه. شكرا لحسن المتابعة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حضرتك ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضل. بص دلوقتي انا حضرتك انا متجوزة بقالي 10 شهور او 11 شهر، ماشي؟ وحصلت مشاكل ان انا كنت عند ماما وجوزي جاب واحد صاحبه عندنا الشقة، وصاحبه ده دخل اوضة النوم ودخل الحمام ودخل الحاجات دي، وحاجاتي كانت فيها كلمة الخاصة. فلقيت صاحبه ده بيكلمني على النت وعايز يقابلني ويقول احنا عايزين نكون اصدقاء وكده ومحدش يعرف. بكلم جوزي وكده لسه عادي ما عندوش دم بالله. فبكلم جه صاحبه تاني بعد كده رسالة برضه كلام كده برضه مفيش منه ولا مبالغة. ممكن حضرتك يغيب 10 أيام عن البيت ميعرفش أنا فين، وما اروح البيت ما يقوليش انت كنت فين حتى.
يدخل البيت يلاقي الصفاية فيها سجاير ميقوليش مين كان عندك، يلاقي فنجان القهوة محطوط ميقوليش مين كان موجود، يبقى في حاجة مطبخ ولا كأنه شايف أي حاجة. يعني هو طبعه كده ولا هو ايه؟ هو كده، هو مش عارفة هو كده ولا هو كده ولا ايه، أنا مش فاهمة. لدرجة إن أنا يعني في وقت بقيت أشتمه وأغلط فيه، بقيت ممكن ألاقي أدبي برضه مفيش برضه. ممكن برضه إن أنا أزقه وأمد إيدي عليه برضه. لا 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 مش معقول. والله العظيم. طيب هو انت يا بنتي انجبت ولا لسه الدنيا ما فيش انجاب؟ أنا حامل. نعم؟ أنا حامل. انت حامل؟ لو ما فيش انجاب كنت قلت لك اخري الدنيا شويه ولا شوفي اي وسيله والله أنا عايزة أقول لك ما يفوق لنفسه شويه ويعرف يعني ايه زوجه ويعرف يعني ايه غيره. دلوقتي رحت برا البيت وطلع عند مامتي، فبتصل بأخويا امبارح بيقول له أنا عايز أرجع وكده ونرجع عشان أنا تعبان. قال له والله يا دلوقتي يا نفسية تعبانة وعايزة تطلق. قال له حرام أنا لسه بسد في الإقساط. قال له لأ أنت مش عارف تعيش راجل في بيتك. طب هو مثلا مامته باباه اهله بيقولوا ايه لاخوكي ولاهلك؟ لا مامته باباه توفي، ومامته ملهاش علاقة بيه خالص ولا لها علاقة بيا ولا حضرت فرحي ولا لهم علاقة بينا أصلا. طب الحاجات دي ما كانتش باينة من الأول في فترة الخطوبة؟ لا في الخطوبة كانت بتقول أنا ماليش حكم عليك عشان تثبت باباكي. تمام. فقلت ده بني آدم محترم، بني آدم عارف الأصول وبني آدم كويس. فجه بقى دلوقتي بقى من خالص ملوش، بيقول لي 10 أيام اقعد برا بيتي. والله العظيم ابقى نازله وفاكره بالشقاوه في الشغل، يرجع من الشغل ما يلاقينيش، يقعد 10 أيام ما يعرفش انا فين. حتى ما تسألش بابا وما تسألش باخويا، ما تسألش حد يسألني فين ولا تسأل بيا حتى. عايزة أروح من بعد 10 أيام يقول لي ما كنتش فين كل ده، مش كنت فين؟ يقول لي ما تعملش كده تاني، ما تغيبيش كتير كده. يعني ما يبقاش مثلا عارف ان انت عند باباكي او كده؟ ما يبقاش عارف ان انت في بيت اهلك او كده؟ لا ولا عند بابا ولا عند اي حد، ويسيبني كده في الشقة. طيب ويسيبني كده ولا يسأل انت كنت فين ولا اي حاجة. ماشي يا حبيبتي، ماشي. الغيرة احيانا بتبقى نعمة. وانا اذكر امرأة جلست مرة وقالت يا شيخ انا نفسي، نفس الكلام كده بس بتقولها بعبارة تانية، بتقول انا نفسي احس ان زوجي بيغير عليا لما اخش محل بيسيبني انا اللي اتعامل، ويسيبني ويقف هو بعيد وانا بكلم. طب ما يقف جنبي. يقول لي اصبحت اني انا خلاص يعني تعودت ان انا اللي بتعامل واسمع كلامه وكل حاجة وهو مش في دماغه. نفس الصورة. وده عايز تنبيه، عايز يفوق قبل ما تروح الدنيا منه.
هو قبل ما تروح الدنيا. ان الغيرة دي يعني حاجة فطرية في كل انسان. صحيح. لدرجة المشكلة اللي هقولها لحضرتك ديت، لدرجة الست بتكمل عبارتها بتقول السواق بتاعنا أصبح بيغير عليا أكتر مني. فبدأت مع الكلام تبين إن السواق ده يعني هو حسن هو الراجل، يعني حسن هو راجل، وبدأت تسمع كلامه. ودي مصيبة كبيرة طبعا. ان الزوج ما يسألش مراته راحت فين وجت فين. طب وفين ده؟ دي امانة عندك. احنا ليه بنقول للرجل خلي بالك منها وانت مسؤول عنها وخلاص زي بنتك؟ طب لما انت بتعمل كده، امال لو خلفت بنت ان شاء الله بنت تخرج وتروح وتيجي ما تسألش؟ فده لا، ده لازم يعرف يعني ايه أسرة من الآن قبل ما ينجب، والأبناء يطلعوا بره ما يسألش لو الولد أدمن، والولد مش كويس، الولد انضم لأي شيء ما نعرفش. إذا لابد ده ينبه. لذلك أنا بقول يعني حضرتك ممكن تكوني لسه بتسمعينا، ده يجيلنا لازم نقعد حد يوعظه، أو حد من جنبكم يعني من الناس الطيبين يفهموا يعني 1 2 3 في الزواج يعني ايه، ويعني ايه الغيرة مهمة، ويعني ايه السؤال عن الزوجة، ويعني ايه ان انا يعني ما يكونش الانسان كده لا مبالاة، وخلي اصحابه او صاحبه يصل به الحال ان هو يتعامل مع الزوجة او يبعت لها صداقة ونحو ذلك. لا، لازم يفوق يا بنتي، ولكن الصبر يعني.